السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنعمل نوع من انواع الحلويات الكورية. في الفترة دي من سنة او شهر فبراير من كل سنة بيبقى مع بداية السنة القمرية الكورية، وده بيبقى احتفال كبير قوي في كوريا، وبيعملوا فيه حلويات زي حلويات المولد النبوي الشريف عندنا كده، اسمها الياكوا. وهي ياك يعني دواء، وكوا اللي هي الحلويات او صناعة الحلويات. فياك علاج لانها بيدخل في تصنيعها العسل، وهي انواع كتيرة جدا منها. هنعمل منها النوع النهارده ان شاء الله. بيحتاج اول حاجه هنعمل دلوقتي العسل بتاعه ويشبه شويه الشربات بتاعنا او الحلويات اللي بنعملها عندنا. هنحتاج كوبايه سكر وكوبايه شراب الذره او جلوكوز، او ممكن نستبدلها بعسل ابيض، شرايح جنزبيل وقرفه. ممكن نبدل برضو شرايح الجنزبيل والقرفه لو احنا بنحبش ان احنا ننكه بفانيليا او ماء الورد او ماء الزهر على حسب اللي احنا بنحبه. هنبدا بسم الله نحط كوبايه السكر. هنعمل العسل اول نحطه علشان يبرد، ونحط معاه حوالي كوباية من الجلوكوز او شراب الذرة، او ممكن نبدلها بعسل ابيض. الفكرة بس ان هنا مش هنستعمل الليمون عشان السكر ما يسكرش، فالعسل ده بيخلي السكر ما يسكرش. ومعاهم كوبايتين مية بنفس الكوباية اللي عملت بيها السكر، كوبايتين مية. ما بحطش القرفه في المرحله دي، انا بس باخد شرايح الجنزبيل لو انا هستعمله بحطها في قماشه كده خفيفه زي دي علشان ما ترجعش بعد كده تبقى موجوده في قلب العصير بتاعها. اعرف ان انا اشيل الشرايح بسهوله، احطها معاهم واسيبها على النار بقى لحد ما تبتدي تتقل شويه. بعد حوالي 10-15 دقيقه بدأ السكر يبقى يعني يتقل شويه كده. تنزل اول نقطه، تاني نقطه، والتالتة تبقى متعلقه كده في المعلقه، مش عايزاه اكتر من كده. حلو قوي. اول حاجه بس هطلع الجنزبيل اللي انا عملته، الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نخليه برضو في الحله بتاعته، بس انا عشان عايزاه يبرد بسرعه هفضيه كده في الطبق. وبعدين نحط معلقه صغيره او نص معلقه كده كبيره قرفه، نقلبها. كده التنكيه بتاعه جاي من القرفه والجنزبيل اللي احنا حطيناها، لكن اللي ما بيحبش ممكن يحط فانيليا، ماء زهر، ماء ورد، الحاجه اللي هو بيحبها. نبتدي بقى لمكونات البسكوت نفسه. هنحتاج 3 كوبايات دقيق، 3 معالق عسل ابيض، 3 معالق زيت سمسم. هو مهم زيت السمسم عشان يدي النكهه الكوري، لكن لو مفيش ممكن نعمل بزيت عادي. هنحط ربع معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، وشويه قرفه او مثلا نص معلقه صغيره قرفه. دول 3 كوبايات دي زي ما اتفقنا. اللي عايز يقلل بقى الكميه ممكن يحط كوبايه دقيق، كوبايه عسل، كوبايه سوري كوبايه دقيق، كوبايه، معلقه عسل، معلقه زيت كده يعني. وبعدين نحط ربع معلقه كده صغيره ملح، والبيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر كده، ومعلقه صغيره قرفه. ريحتها على فكره بتبقى يعني في الحاجات دي بتبقى جميله قوي. وما بيستعملوش الفانيليا والحاجات دي في انها تدي نكهه للحلويات، بيستعملوا القرفه دايما والجنزبيل. اليكوه دي بتحب انها تتعامل برفق او بحنيه زي ما بيقولوا. دول 3 معالق زيت سمسم او ربع كوبايه. لو استعملنا كوبايه دقيق نحط معلقه زيت سمسم، معلقه عسل، وهنشوف هنحط ايه تاني دلوقتي. دي بقى نلعب فيها بايدينا بقى كده بحنيه كده، ونبتدي نشرب الدقيق الزيت كده. هنلاقي الدقيق اتشرب الزيت السمسم كله، وريحه الدقيق بقت زيت سمسم، ريحه مميزه وحلوه قوي. هنضيف بقى من المكونات.
هنحط، هما في الحقيقه بيستعملوا ربع كوبايه حاجه فيها كحول، يعني اي كحوليات، بس احنا طبعا ما ينفعش. فاحنا بنجيب شراب شعير او ممكن اي مشروب غازي، سيفن، كولا، اي حاجه تاني نعوض بيها، عشان ده اللي هي اداه الرفع في اللي بيخليها تتنفخ وهي تتقلي. ربع كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها، وهنحط ربع كوبايه العسل الابيض او عسل النحل، عشان كده هم بيسموها علاجيه، لان هم مؤمنين جدا بفوائد عسل النحل في الاكل او في الشرب. برضه هنرجع نعجنها بايدنا. هي كده بدأت تتلم، بس لو انا حسيت انها لسه ناشفه شويه ممكن ازودها معلقه ميه او معلقه تاني المشروب اللي انا بستعمله. هي عجينه يابسه برضو، وزي ما احنا قلنا ما نضغطش عليها قوي. العجينه دي عايزه تتعامل برفق عشان ما طلعش الهواء منها لحد ما نلمها بقى. هي خلاص بدأت تتلم. العجينه خلاص ما بقتش بتلزق في ايدي، خرجت من ايدي خلاص. يبقى اشتغل بقى على حاجه، مش شويه ميه، مش شويه دقيق، مش ملح، شويه دقيق كده. هي زي ما احنا شايفين انها جافه شويه كده خلاص. ممكن بقى احنا هنبتدي ايه نفردها. انا هفردها هنا، لكن اللي وهستعمل الفراده دي فيها، لكن اللي ما عندوش ممكن يجيب طبق زي ده ويفرد العجينه فيها، وبعدين يبتدي يقطعها او مربعات او مثلثات زي ما هو عايز، عشان لو طريقه ايه، لو طريقه الفرد دي صعبه عليه. يبقى احنا نفردها. الاحسن طبعا ان احنا نسيب العجينه ترتاح شويه، علشان لما نيجي نفردها تتفرد بسهوله وما تبقاش تشد معانا. اتفردت خلاص، يعني حوالي ارتفاعها نص سنتي. وزي ما قلت لو ريحتوا العجينه في الاول، يعني مثلا نص ساعه ساعه قبل ما نبتدي نفردها، اسهل بكتير. دلوقتي بقى اختياري، ممكن ان احنا نقطع كده بالسكينه ونطلع اشكال زي ما احنا عايزين، مربعات، مثلثات، زي ما احنا عايزين. ممكن نقطع باشكال، مثلا هما بيعملوا وردات زي كده، نطلع وردات، ممكن نطلع ستارز او نجوم صغيره كبيره حسب ما احنا بنحب الشكل اللي احنا بنحبه. ممكن كمان القوالب بتاعه المعمول دي ناخد ونضغط فيها، بس نرشها شويه بشويه دقيق. انا بقى بحب اقطعهم نجمات كده صغيره، دواير، الشكل اللي احنا عايزينه ممكن نعمله، او الشكل اللي احنا بنحبه. مثلا بقى لو في اولاد صغيرين يقعدوا بقى ايه يشكلوا بقى كده معانا. بعد ما بنقطعها بنجيب كل واحده ونشكها كده مرتين او 3 بالشوكه، اولا عشان الزيت يدخل جواها ويقليها كويس، ثانيا لما يجي نحطها في العسل تشرب العسل كويس. وكده يبقى كده بعد ما قطعناها. الزيت بقى هنجيب زيت غزير، مهم قوي ان يكون زيت غزير، يعني لازم تكون زيت تغطس فيه. الحاجه التانية ان لازم يبقى النار متوسطه وحراره الزيت متوسطه، غير كده تتحرق من بره كده كويس قوي. حلو قوي كده من السخنه وبدات تعوم على الوش اهي، حلو قوي كده. نحط بقى بسم الله. هي بتحب تتقلي براحتها وما نعليش قوي النار، لان من عليت النار هتتحرق من بره ومن جوه تفضل نيه. ولو هديت النار زياده عن اللزوم طبعا مش كويس. كده نار متوسطه وحراره الزيت متوسطه، بيتقلوا على الهادي كده. ونمشيش ونسيبهم ونقف جنبهم ونفضل نقلبهم كده لتحمر شويه. شايفين النار متوسطه، معليهاش.
في الاشكال الجميله. هما هناك بيعملوها رسمه الورد والزهور. مش شايفين كده اللون الذهبي الحلو ده؟ ما طلعهاش بيضه، يعني هي البيضه نصبر عليها شويه لما نطمن انها ايه استوت. نحاول نضغط عليها شويه، ننضفها من زيت، وزي ما بنعمل في الحلويات الشرقي مباشره في العسل اللي احنا جهزناه وبرد. زي ما قلنا القلي سري فيه ان احنا ما نعليش النار وكده. برضو العسل كل ما نسيبها في العسل اكتر، يعني سيبناها ساعه 2 كل ما يكون افضل، تكون شربت العسل كويس قوي. كده سبتها هنا يعني حوالي ربع ساعه بس، مش اكتر لسه انا يعني ما سبتهاش اكتر عشان نطلعها عشانكم، لكن كل ما نسيبها مده اطول كل ما يبقى افضل. طلعها بقى من العسل كده وصفيها من العسل بتاعها. طبعا نقلل الكميه اللي احنا عملناها على دفعات، وبعدين في الاخر نسيبه كله في العسل شويه، لان كل ما نسيبها في العسل كل ما تبقى احلى. دي بقى رصه في طبق، ونرش بقى عليه اي نوع مكسرات احنا بنحبه. ده سوداني محمص، ممكن نحط جوز بندق، هما بيحبوا قوي الصنوبر لو متوفر. وكده نكون عملنا طبق اليكوه حلويات. بسم الله. بتدوب في البق، وكل ما نسيبها في العسل كل ما نلاقيها بتدوب اكتر. حلوه قوي. يا رب تعجبكم. انا غادة ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.